بعد ما مسلسل بالطو خلص كنت حاسس ان بشكل كبير قوي صعب ان التجربه دي تتكرر. مسلسل خفيف بقصه متماسكه بكوميديا فعاله جدا، وقلت ان هو فانت كده حصلت مره وصعب ان هي تحصل تاني. فهل مسلسل عمر افندي قدر ان هو يعيد التجربه بتاعه مسلسل بالطو؟ مسلسلنا بيتكلم عن شخصيه اسمها علي، وعلي ده بيعاني بمشاكل كبيره جدا بسبب مراته وابوها اللي اعلى منه ماديا بشكل كبير، وبسببهم قطع ابوه فتره كبيره جدا في حياته لحد ما بيجيله خبر ان ابوه توفى، وبيطلع ابوه وراه اسرار كتير جدا هتغير حياه علي للابد. الفيلم ده هو اول محاوله اخراجيه للمخرج المساعد عبد الرحمن ابو غزاله، اللي زي ما قلت كان مساعد مخرج في اعمال كتير جدا منها الاختيار ومن اجل زيكو. واقدر اقول ان بشكل كبير جدا المحاوله الاولى لمخرجنا نجحت بشكل كبير جدا جماهيريا، بس هل نجحت فنيا؟ نبتدي بمميزات العمل، واول حاجه معانا وهي القصه. خلينا متفقين ان بشكل كبير مسلسلنا الفكره بتاعته وقصته متاخده من المسلسل ده، ودي حاجه ما تعبش المسلسل بس لو انت قدرت تخليها قريبه مننا، وهو ده اللي مسلسل عمر افندي قدر ان هو يعمله. تاني حاجه في مميزات بالنسبه لي وهي الديكور بتاع الزمن القديم، وبالمناسبه هو افضل بكتير جدا وبمراحل كبيره من الديكور بتاع الزمن الجديد اللي هو المفروض بالمناسبه يكون اسهل بكتير. حرفيا الديكور ده خلانا نحس بالفايب بتاع الزمن وخلانا نحب جدا المسلسل ده. يعني من اهم واكتر الاسباب اللي انا كنت بحب اتفرج على المسلسل ده علشانها الفتره اللي كان علي فيها بيرجع للزمن القديم، كنت بحس بفايب غريب كده اللي هو انا مش عايز ارجع للحاضر تاني. تالت حاجه في المميزات بالنسبه لي وهي تمثيل بعض الشخصيات، مش كلهم طبعا، في ممثلين بصراحه ما حبيتهمش قوي وكان تمثيلهم رقيق، بس اللي حبيتهم قوي وتمثيلهم كان فعلا كويس هم مصطفى ابو سريع وآية سماحه ومحمد رضوان ومحمود حافظ. واخر ميزه معانا وهي الكوميديا اللي بصراحه في اوقات كتير كانت كويسه جدا، وفي اوقات تانية بصراحه ما كانتش افضل حاجه وكانت بتقلش منهم، بس بصفه عامه كانت مقبوله بشكل كبير. ومناسبه يا جماعه الشخصيات بتاعه المسلسل بتاعتنا تحس ان هي كرتونيه او كاريكاتيريه بشكل كبير، يعني تحس ان هم طالعين من كرتون، وده انا حبيته جدا في المسلسل ده. نخش بعد كده على العيوب، وهم بصراحه كتير شويه في المسلسل بتاعنا. مبدئيا كده زي ما قلت في مميزات التمثيل كان كويس جدا من بعض الشخصيات، بس في بعض الشخصيات التانية بصراحه التمثيل بتاعها كان وحش جدا. حتى الشخصيات الاساسيه اللي انا قلت عليها تمثيلها كويس في اوقات كتير كان بيبقى فيه زي حاله فقدان شغف عامه، كنت بحس فيها ان التمثيل بيقلب فيها التمثيل رديء، وده طبيعي علشان ده مسلسل مش فيلم والاوقات بتاعه التصوير بتاعته بتكون كبيره جدا، بس برضو اداني احساس بالملل في اوقات كتير من المسلسل، بالذات في الحلقه العاشره وال11 وال12. واكتر حد ظهر عليه الموضوع ده هو احمد سلطان، اللي بالمناسبه عكس ناس كتير انا بصراحه ما حبيتش دوره، كان فاتر قوي، وده انا حاسه مش بسبب الممثل على قد ما هو بسبب الكتابه بتاعه الشخصيه. بس اخر مشهد ليه على الشاشه من غير حرق بصراحه حبيته جدا وكان كويس جدا. تاني حاجه في العيوب بالنسبه لي وهي النهايه بتاعه المسلسل. تمام، احنا خدنا الفكره بتاعه المسلسل ده ونفذناها وغيرنا حاجات كتير وخليناها فعلا كويسه، ليه ناخد النهايه؟ يعني ليه ناخد البدايه او الفكره والنهايه؟ انا بصراحه ما حبيتش ده، وكنت حاسس ان في نهايات كتير قوي كانت هتكون افضل للمسلسل ده. تالت عيب بالنسبه لي وهو الممثلين اصحاب الادوار الثانويه، بصراحه كان تمثيلهم رقيق، وبالذات الحمله الانجليزيه او كل الممثلين بتوع الحمله الانجليزيه. ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين، وبالمناسبه انا عملت براند تيشيرتات جديد، منهم التيشيرت اللي انا لابسه دلوقتي ده، لو عايز تشوف التيشيرتات والكوليكشنات كلها تقدر تشوفها من اللينك اللي هسيبه لك في اول كومنت وفي الديسكربشن. مبدئيا كده يا جماعه احمد حاتم في المسلسل ده حاسه متقمص بشكل كبير قوي شخصيه تامر حسني، ونفس الفايب كده، وبصراحه الفايب ده لايق عليه، بس في اوقات كتير قوي كنت بحس ان هو تمثيله فاتر شويه، وكان في ممثلين ممكن يعملوا الدور ده بشكل افضل. زي ما قلت دوره بصراحه كتابته حلوه جدا، بس تمثيل احمد حاتم بالنسبه لي ما كانش افضل حاجه، وتقييمي ليه هو 6.5 من 10. ايه سماحه بقى اللي بصراحه الدور ده متفصل عليها وكان كويس جدا، هو في اوقات دراميه كتير كان ممكن يطلع منه افضل من ده، بس في نفس الوقت تمثيلها كان كويس جدا، وتقييمي ليه هو 8 من 10. مصطفى ابو سريع يا جماعه حرفيا تحفه، واثبت بجداره ان هو ممثل كبير قوي، وبالنسبه لي هو افضل ممثل في العمل ده من غير اي منافسه، وتقييمي ليه هو 9 من 10. محمود حافظ اتقن الدور وخلانا كلنا نكرهه، وده مقياس كبير جدا للنجاح، وتقييمي ليه هو 8 من 10. محمد رضوان برضو كان كويس جدا وقدر يوصل لنا لاحساس بالزناخه كده، وتقييمي ليه هو 8 من 10. مسلسل عمر افندي هو مسلسل خفيف على قلب جدا ولطيف جدا، فكرته حلوه ومختلفه عن السوق المصري او الافلام المصريه او المسلسلات المصريه، بس في نفس الوقت زي ما قلت هو مستوحي او متاخد بشكل كبير، او اقدر اقول مسروق من مسلسل ده، مش عايز اقول اسمه عشان ما اتلخبطش في الارقام. مقارنته مع مسلسل بالطو بالنسبه لي محسومه المسلسل بالطو بالنسبه للكوميديا وبالنسبه للتمثيل وبالنسبه لحاجات كتير قوي، بس يظل مسلسلنا مسلسل جميل وكويس وخفيف جدا، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. لو انت خلصت مسلسلنا وعايز تتفرج على مسلسلات تانية كويسه وشبهه، فانا ارشح لك 3 مسلسلات. اول مسلسل على باب العماره، تاني مسلسل هو مسلسل بالطو، تالت مسلسل هو مسلسل ده. سؤال الحلقه، من ساعه ما بدا ينزل مسلسلات خارج السياق الرمضاني ايه اكتر مسلسل مصري عجبك؟ يا ريت تسيب لنا رايك في الكومنت، ويا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا
تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للchannel، وتنزلوا تشوفوا الكوليكشن بتاع التيشيرتات علشان حرفيًا حاجات جامدة جدًا. أشوفكم على خير في حلقات كتير جاية، وسلام.